بسبب كثرة التعليقات على الموضوع صار لازم نحكي عن قصة المؤيدين والمعارضين. خلينا نتفق بس أول شي إنه نحنا شعوب بتحب وبتعشق التطبيل والتزمير. نحنا شعوب بتعشق يلي بيطبل وبيزمر مشان نشوفه، إذا بأيد موقفنا نمشي وراه مثل الغنم. طبيعة سبحان الله. امبارح نزلت فيديو على غنية سوري والنعم مني خلقانها أرض الجنة، و... والتعليقات يلي بتكشش البدن طبعا في منها انحذاف. المحترم منه أنا جاوبته. أنا بصراحة استغربت، يعني أنا استغربت للوضع. يلي بيسألني أنتي إذا مؤيدة ليش عايشة برا، وأنتوا اللي بتحبوا الأسد ليش قاعدين برا، وإذا أنتوا مو صاير عليكم شي بسوريا فليش قاعدين برا. نسيت نقطة مهمة، دخلكم من إمتى صارت الأغاني يلي بتمجد سوريا والسوريين حكر بس على المؤيدين؟ يعني ما فهمت. يعني إذا الغنية بتمدح السوري ليش لحتى مثلا أنا اليوم خاف إني حطها وأجرح بعض العالم؟ إنه سوري بس أنا ما بيهمني. يعني أنا إلي بكلمات الغنية، كلمات الغنية ما بتشبه لا لهدول ولا لهدول. السؤال اللي بيطرح نفسه اليوم سواء أنا كنت مؤيدة أو معارضة عزيزي، شو رح فيدك؟ يعني أنا لما بطلع وبقول إنه يا جماعة أنا طلعت قبل الحرب، أنا طالعة صغيرة من سوريا، أنا أصلا ما نزلت على سوريا خلال الحرب، أنا صار لي سنين وسنين ما شفت سوريا. ف وإني أنا ما بحكي سياسة بصفحتي، ما بحكي عن الوضع بسوريا، لا بحكي عن المؤيدين ولا بحكي عن المعارضين. فأنا أصلا بعيدة عن هذا الموضوع وإلي أسبابي، وطبعا هذا حقي. يعني أنت اليوم ما فيك تجبرني إنك أنت تاخد مني موقف سياسي أنا ماني مرتاحة إني صرح فيه نهائيا، وموقفي ما رح يفيدك. يعني إذا أنت معارض وأنا كنت معارضة فهذا الشيء ما رح يزود لك راتبك الشهري، وإذا أنت كنت مؤيد وأنا مؤيدة فكمان ما رح زد لك راتبك الشهري، وإذا أنت معارض وأنا مؤيدة هذا الشيء ما رح ينقص عليك يعني سوري مي وهوا. يعني أنت موقفي ما دخلك، يعني ما دخلك فيه بغض النظر أنا شو موقفي. نحن اليوم شعوبنا لازم تتعلم إنه نحن نحترم رغبات العالم، نحترم إنه في حدا مو حابب يبدي رأي سياسي بهاي القضية المعينة، أنت ما دخلك فيه. هذا طبعا إذا أنا ما بدي أقعد أحكي عن النماذج الكتير كتيرة من المؤيدين والمعارضين اللي بيطلعوا وبيهتفوا ووينكم شعاراتهم واصلة للسماء، وبالآخير بتلاقي كله مشان لما يطلع جولة تجي أنت عزيزي تدعمه. شايفينهم كتير، خلونا ما ننكر هذا الشيء. فإذا أنت عزيزي حابب يلي بيسجل موقف مع ربعك أنت مشان بآخر اليوم يقعد يلعب جولة وتجي أنت مثل الخروف وتدعمه، المؤيدين والمعارضين تجي أنت بالأخير مثل الخروف تدعمه، فهذا شأنك عزيزي. هدول الناس موجودين بكثرة على فكرة على التيك توك. فيك أنت تكون خروف من هذا القطيع يلي ماشي ورا هذا البني آدم. أنا هون عندي ما بحكي لا ببشار الأسد ولا بحكي بالمعارضة بصراحة. ما يعني آخر همي أنا هي صفحتي الخاصة. وليجي واحد منكم يقول لي أنتي صرتي من مشاهير التيك توك. لا عزيزي أنا مو من مشاهير التيك توك. أنا هون عاملة صفحة بحكي فيها أفكاري، بحكي فيها قناعاتي. لا بدي شهرة ولا بدي زيد متابعين ولا بفتح لايفات ولا بدي دعم ولا بدي فلوس. ألف الحمد لله فلوسي أنا بعرف كيف أعملها، بشتغل وبعمل فلوسي، وآخر همي أعجب الناس، آخر همي. بينما أنك أنت تجبرني أني أنا أخذ موقف مع ربعك أو ضدهم فأنا حرة، ما بدي. أنت بكل بساطة فيك أو تكمل متابعتك لإلي أو تحظرني. ترى زر الحظر كبسة واحدة، ماجيك، سحر، وبنحظر معك. بالنهاية عزيزي أنا مرة، تمام؟ أنا مرة كبرت ببلاد برا، تمام؟
ما رح يجي يوم مثلا انزل على سوريا وقاتل مع الجيش العربي السوري، ولا رح يجي يوم مثلا انزل على سوريا وقاتل مع الثوار. أنا مو شغلتي أنا القتال. أنا عندي هي الصفحة، عندي كم فيديو كوميدي بعلق على بأشياء كوميدية، بحكي عن اللي بدور براسي، بحكي عن الأفكار يلي أنا شايفتها مفيدة مجتمعيا، مفيدة لعائلاتنا ولمجتمعاتنا وبس. أما أنك أنت تضل وراي شو موقفك من بشار الأسد، شو موقفك من الثورة، شو موقفك من المؤيد، شو ما خصك، ما دخلك، ما دخلك. أنا اليوم ما بدي أعلن موقف، أنت ما بتتدخل فيي، أنت ما دخلك. أنت يلي إلك علي كونك أنت متابع بإني أنا ما حرض على أذيتك وأذية أهلك وبس. فلهيك أنا لا بشبح لهدول ولا بشبح لهدول. أما موقفي أحتفظ فيه لنفسي، وأنت إذا أصريت بتاكل بلوك بنص خلقتك وبتنقلع من الصفحة وخلصت بكل بساطة. بس شغلة إنك أنت تفرض علي موقف، ما حذرت. بعيدة عن رقبتك، تمام؟ خليك باحترامك. وإذا أنت من مؤيدين هدول ولا من مؤيدين هدول، مو مشكلة، ورجيني أخلاقك، لأنه ردك علي وأسلوبك معي حيورجيني أخلاقك وأخلاق جماعتك. وشوفوا بقى أنتوا عن مين بتعبروا. إن شاء الله تكون وصلت الفكرة، وشكرا.